ايه الجمال ده؟ بجد ايه الجمال ده؟ عايزة تاكلي حاجة حلوة وطعمها مختلف، تجديد بقى عن انواع الكيك اللي بنعملها. عملنا كيك بالشوكولاتة، وعملنا كيك الحليب، وعملنا كيكة البرتقال، وكيكة الليمون. عملت كل ده، نجرب بقى كيكة التمر. قبل ما ابدأ الطريقة دي، كوباية لبن، انا ما عنديش زبادي، حطيت عليها معلقة خل وركنتها بس دقيقتين كده. ودول بيضتين، حطيت عليهم نقطتين فانيليا. وفي الخلاط هضرب البيض على قد ما اقدر، لان كل ما تضربي البيض الزفارة بتاعته بتروح، مبقاش فيه اي ريحة. وبعدين بضيف نص كوباية سكر عادي، مش سكر بودر، وبستمر برضو في الخفق. وبعدين بحط نص كوباية زيت نباتي، واستمر برضو في الخفق. وبعدين بحط اللبن بالخل، وزي ما انتوا شايفين الكوبايه كانت عامله ازاي، كانه بقى زبادي بالظبط. طبعا عارفين الخل على اللبن بديل الزبادي. وبضرب الخليط ده كويس جدا لغايه ما احس ان السكر خلاص داب جدا. بيبقى كده الخليط السائل بتاعي جاهز. عندي كوبايه ونص دقيق، حطيت عليهم رشه ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر. وهبدا اضيف الدقيق بالتدريج على السائل ده، بالتدريج طبعا، مش مرة واحدة. وزي ما انتوا عارفين الدقيق دايما ما بيبقاش الكمية بتاعته ثابتة، لان كل دقيق بيختلف عن التاني، ما بنستخدمش كلنا نوع واحد. هنا المفروض كوباية ونص، انا خدت كوبايتين الا ربع، لغاية ما العجينة ظبطت معايا وبقت زي عجينة الكيك تقريبا، يمكن اتقل منها شوية بس كده العجينة بتاعتي جاهزة. المرحلة اللي بعد كده بقى، انا معايا نص كيلو تمر او البلح الرطب اللي خلاص ما بقاش في السوق، لقيته بالعافية فعلا، بس كان نفسي قوي فيه. غسلته وقشرته وشلت النوى اللي جوه. فتحت البلحة بس كده، ما قسمتهاش، وشلت النوايا اللي فيها في صينية. ده بقى يا جماعة بديل الكراميل. عايزة تعملي كراميل على البوتاجاز، هتكرملي كوباية سكر، وبعدين تحطي طبعا مكعب زبدة عليها، تمام. انا استسهلت وقلت اعمل الكراميل منه فيه كده في الصينية. معلقتين كبار سمنة، دهنت طبعا جناب الصينية، ومن تحت بقى معايا يعني حوالي معلقة ونص سمنة بالشكل ده، وزعتها. ورشيت عليها معلقتين سكر، السكر برضو العادي مش بودر. وزعت السكر كويس قوي بالشكل ده على الصينية من تحت. وبعدين جبت البلح رصيته مقلوب بالشكل دوت، يعني الفتحة بتاعته بتبقى لفوق كده زي ما انتوا شايفين. هرص الصينية كلها، دي صينية صغيرة تقريبا 24، مش عارفة مقاسها بالظبط. هرص البلح كله كده على ظهره، يا دوبك النص كيلو كفة الصينية ها بالعافية. هخلص كمية البلح. والخطوة اللي بعد كده اختياري، بس بجد لو بتحبي القرفة طعمها مع التمر روعة بجد. ورشيت رشة قرفة حلوة كده، هي مش رشة، انا زودتها شوية لان بجد هيديكي طعم فظيع. القرفة مع التمر مع السكر اللي هيتكرمل في الفرن هيديكي طعم وريحة خيال فعلا. عايزة تحطي قرفة تمام، عايزة رشة صغيرة، عايزة تزودي، دي طبعا حاجة ترجع لك انتي. رشيت القرفة، وبعد كده هحط السائل بتاع الكيك بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. خلاص كده الصينية بتاعتي جاهزة. انا مولعة الفرن على اعلى حاجة عندي اللي هي 180 تقريبا. ادخلها الفرن، خدت 35 دقيقة بالظبط، 35 دقيقة. واختبرتها طبعا بحرف السكينة كده، كانت استوت. هسيبها يا جماعة لازم تهدى يعني 5 دقايق كده عشان اقدر اقلبها وما تبردش. لو بردت التمر ده هتلاقيه لازق في الصينية، فدي ما تبردش، يا دوبك تهدى واقلبها على طول. شايفين الجمال؟ دي النتيجة. الريحة بجد بجد فظيعة. شايفين السكر اللي اتكرمل تحت
بالقرفة مدي طعم رهيب، والكيكة مستوية جدا وطعمها مع القرفة مع التمر في منتهى الجمال. حاجة جديدة وخفيفة وحلوة ومغذية للولاد طبعا، لان فيها عناصر كتير قوي، فيها بيض وفيها لبن وفيها زيت نباتي وسمنة وفيها تمر، لو هم مش بياكلوه هياكلوه مع الكيكة. بجد تجربة حلوة قوي، لازم تجربيها وان شاء الله هتعجبك. خلص الفيديو بتاعي، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من أكلات وصفات أم الدنيا.